كان في قطه صغيره دايما بتتمشى جنب النهر، وكانت عينيها مش طبيعيه، وكانت بتعيش على بقايا السمك الميت. وفي يوم شاب جه يصطاد وشاف، حس ان قلبه اتشد لها، فاداها سمكه كان لسه مصطاد. بس وقتها لاحظ ان القطه مش شايفاه، شاور لها بايده ومفيش رد فعل، فهم انها كفيفه. ومن اليوم ده القطه بقت تستنى عند النهر كل يوم، عارفه ان في انسان طيب بيجي وياكلها. وبعد كذا يوم الشاب قرر يساعدها بجد، حط اكل جوه قفص يمكن تدخل لوحدها، لكن القطه كانت اذكى من كده، فضلت حذره يمكن علشان كده لسه عايشه. وفي الاخر حط عليها شبكه ومسكها بهدوء وراح بيها للدكتور، نظف عينيها وقال له عندها اصابه قديمه في العين، وكمان التهاب في المراره ومحتاجه علاج طويل جدا. ومن يومها القطه دي بقت لها بيت ولها اسم برتقاله الصغيره. ما كانتش بتشوف كويس بس كانت بتشم وبتتصرف بادب غريب. الشاب حط سريرها تحت سريره عشان تحس بالامان، كانت عينيها واحده عاميه والتانيه بس بتحس بالضوء البسيط، بس هو ما زهقش، كل يوم بيرعاها ويطمنها. ومع الوقت البرتقاله الصغيره بقت اجرأ واصح واقرب ليه. بعد كل وجبه كانت بتقعد جنبه في هدوء وكانها بتقول له اللي انقذني مش بس بايده، انقذني بحبه.